بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي. اليوم في مجال الخياطة رانا راح نخدمو سكاي كابا بسكاي روعة يا البنات. راح تستعملي اي سكاي عندك راح تصلح معاك. كابا بالمطلسي روعة كبيرة ترفد بزاف حوايج. شوفوا بالمطلسي والدبلور جرزي كابة كبيرة صحيحة. وقفة وحدها مش محد ما نعمرها ونوريها لكم. راهي خدمة باينة وقفة وحدها يا البنات. بورتموني تاعها صغير مخدوم نفس الخدمة تاع الكابا. روعة يا البنات. كابة كبيرة وقفة وحدها بالمطلسي لا دوبلور جرزي. روعة ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تتبعوا معايا الخطوات وتخدموها وحدكم. راح تستعملي اي نوع تاع سكاي راح يوكل لك اقل من متر. عندي سكاي اي نوع راح تشريه. نحكموا نقيسوا القياسات. هذا الوجه الاول عندنا فيه 64 سنتيمتر في العرض وعندنا 50 سنتيمتر في الطول تاع الكابا. عندنا 50 سنتيمتر في الطول وعندنا 64 سنتيمتر في العرض تاع الكابا. هذا الوجه الأول وعندنا 4 كاريات في الأحواف. 4 كاريات. الكارية 8 على 8. 4 كاريات مهنا وهنا. 4 كاريات 8 على 8. هاهي راهي واضحة. نقصوا الكاريات نقصوا الشكل اللي رسمناه. نحو الكارية الأولى باش ما تضاريش تحسبي بزاف. نحي الكارية وقيسي عليها الكاريات الأخرين. راني هزة نصور ونقص في نفس الوقت. هم الكاريات نحطوا عليها كارية نحو كارية منا ونحسبوا عليها الكارية الأخرى. لا تقيسي لا والو. سهلة. بعد ما قصينا الوجه الاول تاع الكابا نديروا وجه اخر تاع الكابا. هذه كابا كبيرة. شوفوا نديروا الظهر تاع سكاي مع الظهر تاع سكاي تاع الوجه تاع الكابا مع الظهر ظهر على الظهر. هاهي نعدلوه قد ونرسموا نفس الشكل اللي قصيناه فوق الشكل تاع الظهر تاع سكاي. هاي حطيت الوجه ونرسم عليه من بعد نقص. ما نحتاج نزيد نعاودو نقيسو. الوجه الاول اللي تنحيه حطي الظهر على الظهر تاع سكاي ورسميه من بعد قصيه. لا تقيسي لا والو. هاهي بعد ما قصيناها هما. هذا الوجه الاول وهذا الوجه الثاني. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ودرك نروحوا للاشرطه. عندنا شريط طويل فيه 71 سنتيمتر والعرض تاعو 10 سنتيمتر وشريط اخر كيف نقصوا شريط 71 سنتيمتر للطول وعندنا 10 سنتيمتر للعرض. وعندنا شريط التزيين فيه 64 سنتيمتر للطول و10 سنتيمتر للعرض. نديروا زوج قطع للتزيين وزوج قطع للذراعين. وعندنا دركا نحكموا المطلسي راهي تتباع بونج يتباع لا عند موالين اللي يبيعوا الخياط. راهو الكعبة ب4000. نحكموا زوج كعبات نحطوهم على نقيسوهم قد السكاي اللي خدمناه زوج قطع. وعندنا الجرزي هذا راح نديروا لا دوبلور تاع الكابا. نقيسوا الجرزي على قد الوجه تاع الكابا اللي خدمناه. نحطوا الوجه تاع الكابا ونقصوا عليها الجرزي. سهله خلاص. نديروا زوج قطع تاع جرزي باش نديروا بيهم لا دوبلور. ويجي الجرزي تاعنا زايد شوي بواحد سنتيمتر على القطعه تاعنا. يجي خارج شويه على القطعه. هي باش كي نخيطوا في مطلسي ما يتكمش بزاف.
نحطوا السكاي، ومن بعد نحطوا المطلسي تاعنا. ها هي الكاريات جاوني صغار وليت قصيت فيهم ولحقتهم نورمال، خاطركش الكابا كبيره. وعندي الجرزي تاعنا ها هو درناه للوجه حتى هو سكاي والمطلسي والجرزي، ونحكموهم نثبتوهم القطع في زوز ب... ب... بالاباري، ها بالمساسك سي بانجل. ونحكموا الوجه اللي لصقناه بالليسي بانجل ان نرسموه بالطباشير. ها ترسمي بالطباشير باش يسهل لك من بعد تنحيه، ما ترسموهش بالستيلو، بالطباشير من بعد تمسحيه بطبه يتنحى. ما نعرف تفهموا عليا ولا لا؟ ان شاء الله تكونوا تفهموا عليا، حتى الصوره موضحه كلش، الفيديو راهو واضح. نرسموا الاشكال هذم، ولا تحبي اي شكل، تحبي كاريات، تحبي مقرودات، واش تحبي ديري ارسميه على السكاي تاعك وتبعيه بالخياط. انا راح ندير الشكل هذا، راهو مطلوب بزاف. نديروا خطوط على وجه السكاي من بعد باش نتبعوهم بالخياط. هاني درتهم بالاحمر باش يبانوا لكم. ها الخطوط كل تلتقي في نقطة واحدة. ها شوفوا الطريقة هذه نخدموها مع الوجهين، الوجه الأول والوجه الثاني تاع الكابا. نديروا الطريقة هذه تاع الطباشير. ها هي بعد ما رسمناه وكل شيء نرسموا الوجهين مع بعضهم، من بعد يروحوا للخياطة. ها هي رسمناهم في زوج، ونروحوا درك للخياطة للماشينة. نخيطوا في النص طريق اللي في جايه في النص، نخيطوها نعقبوا عليها بالخياط. ها هي الطريق اللي جايه في النص تاع سكاي نعقبوا عليها بالخياط. ولا ما مشات لكمش الماشينه في سكاي تقدري ديري الفازلين، ها باش تسهل لك الماشينه تمشي بسرعه. ها ديري فازلين ولا كاش زيت عندك، اي زيت لا شتا تاع الشعر. نمشوا طريقين المتقاطعين اللي في النص، من بعد نكملوا الخطوط الاخرين. نقصوها الوسط. هنايا كملنا الوجه، وشوفوه من تحت. شوفوا يا البنات، هذا نحكموا الوجه الثاني نديروا نفس الشيء اللي درناه للوجه الاول، نفس الخياطه نفس الشيء. ها هي الوجهين نفس الخياطه ونفس الشيء اللي درناه. هنا بعد ما قلبناه شوفوا زيماه الوجه الثاني. شوفوا يا البنات جات الخياطه روعه. هنا عندنا شريط التزيين، نحكم نشرشفوا في الحواشي. ها الحاشية هذه نديرها بالقص المشرشف، شريط التزيين فقط. ها الجهتين مع بعضهم، الجهة نديرها بالمقص المشرشف، واللي تحب تزين بكاش قالو عريض دير دير قالو عريض في بلاصة شريط التزيين هذا. تحبي اي قالو تختاريه يكون عريض وتديريه في بلاصة الشريط هذا يجي مليح بزاف. ها هي نعقب عليه الخياطة في الجهة هذه. ها هي ونزيدو الجهة الأخرى نعقب عليه بالخياطة. ها هو كملناه، ونديرو نفس الشيء مع الجهة الأخرى، نفس الشيء مع الشريط الآخر. الاثنين نديرو لهم نفس الطريق، نطبقوه على اثنين ونديرو له خياطة منا وخياطة منا. ها هو الشريط. وروحوا للذراعين، درك الشريط تاع الذراعين. هذا الذراع الأول
نحكم نطبقوا شويه من الجهه هذه وشويه من الجهه هذه. ها هي ما نطبقوش على زوز، نديروا جهه شويه هذه وشويه الجهه هذه، من بعد نلم الجهتين ونحطهم فوق بعضاهم. ها هي ونحكمهم نثبتهم. ها نثبتهم. ها هي من بعد نعقب عليه بالماشينه. ها نعقب عليه من الجهه هذه ونعقب عليه من الجهه الاخرى، ونديروا نفس الشيء مع الذراع الاخر. هاي هاو الذراع واجد. دركا نروحوا للحاشيه تاع الوجهين. حاشيه الوجهين ما ثبتناهاش بالخياطه، درك نولي نثبتوا الوجهين بالخياطه باش ما يهربش لا دوبلور وما يهربش البونج من الداخل. ها نقصوا هذيك الزوائد كل. ودركا نهبطوا 7 سنتيمتر من جهة من جهة الطول، وندخلوا ب7 سنتيمتر من الجهة النقطة اللي درتها، ندخلوا ب17 سنتيمتر، عفوا 17 سنتيمتر، ونهبطوا ب17 سنتيمتر. شوفوا، والنقطة التلاقي ما بيناتهم هذاك راح يكون الذراع الأول يلصق لهنا. هنايا لهنا 7 سنتيمتر، ودخله ب17 والهبطة ب17. شوف، يتحط النقطة مع فوق النقطة الذراع الأول، ونثبته بالدبابيس. ها هي نثبته فوق النقطة اللي درتها، ونزيدوا من الجهة الأخرى نفس الشيء من جهة الطول، نهبطوا ب7 سنتيمتر، من بعد ندخل ب17 سنتيمتر، ونهبط من فوق الكابا ب17 سنتيمتر، ونعقب عليه بالخياطة. ها هي نروح ونرجع باش يتثبت مليح الذراع وما يطيرش. ها هي نزيد نمشي، نزيد نروح ونرجع. شوفوا، ها هي باش يتثبت الذراع وما يطيرش في ساع. نفس الشيء راح نديرو في الوجه الاخر تاع الكابا. الشيء اللي درته لهنا في الوجه هذا نعاود نديرو في نفس الشيء في الوجه الاخر. الوجهين يتخيطوا بنفس الطريقة ونفس القياسات. دركا بعد ما لصقنا الذراعين، شوفوا، ها هي الذراع لصقناه. دركا تجي الخياطة تاعنا لازم نغطوا الخياطة تاعنا تاع الذراعين، نحطوا شريط التزيين فوق النقطة اللي درتها. ها هي فوق النقطة على الحاشية، ونعقبوا على الذراعين باش يتغطى. بعد ما نكملوا لصقوا الشريط، نجي للفرميتور، راهي نفس اللون تاع سكاي. نديروا الوجه تاع جرارة فوق الوجه تاع سكاي، ها، ونعقبوا عليه بالخياطة الوجه مع الوجه، وجه جرارة مع الوجه تاع سكاي، ونعقبوا عليه بالخياطة. نديروا طريق ونمشي للآخر، ما تخلوهاش مكمشة الجرارة تاعنا. ها هي بعد ما كملنا نقطع، ومن بعد نعاود الخياطة فوق وجه الجرارة، ها، فوق السكاي، باش تجي خدمة نظيفة وخدمة متحوفة. شوفوا، نعقبوا طريق لهنا بالخياطة، نعاودوا فوقها خياطة، يكون نفس الخيط اللي تخيطي به هو نفس اللون تاع سكاي. هاي نعقبوا عليها طريق رقيقة. هاي لازم اللقطة هذه لازم تديروها يا البنات. شوفوا،
لازم اللقطة هذه لازم ديروها باش تجي متحوف. شوف انا عقبت عليها زوز طرق باش تجي ملاح. نزيد الوجه الاخر تاع الكبا، نحطه فوق الوجه تاع الكبا الاخر، نحطوه نعدلوه. ولازم نشوفوا يجي في قدا بعضاهم يا البنات. شوفوا نروحوا لهنا لجهة المربع هذا ونحطوه جست مع خوه. شوف المربع فوق المربع، ما يجي واحد ما يزايد على واحد، ها يجيو لازم في قدا بعضاهم. هاهي ونلصقوها بالدبابيس باش ما تهربش الخياطة، ما تروحيش طول تخيطي، لصقي بالدبابيس. هاهي وتزيدي تكملي تخيطي جرارة من الجهة الاخرى. هنا راني نلصق الوجه تاع الكابا الاول مع الوجه الثاني، تبدا تلصق بالجرارة. هنا بعد ما كملت هاهي الوجه الاول لصق مع الوجه الثاني. شوف هاهي جرارة تجي في الوسط. ودركا نزيد نعاودو الخياطة كيما درناها في الوجه الاخر. تسمى كي تخيطي تزيدي ترقدي الخياطة تاعك، ها لازم تفيناه. هنايا في الطريق هذه انا ندير زوز طرق باش تجيني مليح. انا درت الطريق الاولى لا هاهي، وطريق بحذاها اخرى. باش تجيني خدمتي واقفه مليح. شوفوا هنا كملت الوجه مع الوجه، ها راني لصقت الفرميتير تاعنا. من بعد نقلب على الظهر تاع الكبا ونحكم نفس الطريقه. نروحوا للكاريات هذوما نحطوها يكونوا قد بعضاهم. شوف ما تكونش بلاصه زايده على بلاصه. هاهي هنا تعرفي بلي الكابا تاعك جد قد نحكموا بالدبابيس الوجه مع الوجه. نحكموا كامل الكباب الوجه مع الوجه. ما تخيطيش الكاريات، خيطي الطرق هذم الحواف تاع الكباب بصح الكاريات ما تخيطيهمش، مازلنا صح ما نخيطوهمش، نخيطوا غير الحواف. هاهي ما تعقبيش على الكاريات، خليهم في الاخر. هاي كملنا طريق. دركا بعد ما كملنا الخياطة كاملة نروحوا للكاريات، نلموا الخياطة تاعنا تاع الكابا، نلموا كيما نقولوا حنا القرن مع القرن. شوفوا ذوك تفهموا، شوفوا هذوك تفهموا. شوف الخياطة تجي في قدا الخياطة، ها هنا لازم يكون عندي خط مستقيم، الخياطة في قدا الخياطة. شوفوا هاهي هنا لازم يكون خط مستقيم باش نعقبوا عليه بالماشينة. هاهي بعد ما كملناها نعقبوا عليه بالخياطة. هاهي هنا لازم تحكميه مليح باش ما يتسيبش. ها هنا بعد ما كملنا الحواف كل في ربعة نحكموا الجهة الأخيرة هذه تاع لافيرميتير، نحكموا نيتشا تاع سكاي نديروها بالشكل هذا ونحطها لهنا تحت لافيرميتير تاعنا باش نحلو منها الكبا هنا باش تجينا سهلة. ها شوفوا نجي فوق الخياطة وتحت الجرارة تاعنا بالضبط ونعقبوا عليها بالخياطة. هاهي نعقبوا عليها بالخياطة نوصلوا لبلاصة الجرارة نعاودوا نرجعوا عورانا. شوفوا ترجعي نفس البلاصة ترجعي فيها شحال من مرة باش تتفكسى معايا مليح. هاهي وتكملي الخياطة تاعك هنا باش تجي مليح. هاهي الزوائد نقصها. هنا عندي شريط من سكاي نفس اللون تاع سكاي اللي درته ونغطي به الخياطة تاعي اللي خيطتها كامل الكبا داير ساير.
كامل الكابا وين ما تكون الخياطة ندرجوها بالسفيفة هذه تاع شريط تاع سكاي، نفس اللون تاع سكاي اللي درناه. ها شوفوا هذه السفيفة تقدري تغطاها بلون سكاي ولا تقدري تغطاها بقطعة تاع جرزي بنفس اللون الجرزي اللي درتيه. هاي غطينا كامل الخياطة تاعنا، هاي كاملة لازم نغطوها بالسكاي بشريط سكاي. ها هنا بعد ما كملنا الخياطة ها هي شات الكابا تاعنا واقفة مليحة. شوفوا هنا بعد ما كملناها الخياطة جات مغطية، من بعد نروحوا باش نقلبوها. هاي الخياطة تاعي كاملة مغطية، ما نخليش الخياطة تبان. درك نعاودو نقلبوها، نحلو الجرارة منا من بعد نقلبوها. بعد ما قلبناها هذا الشكل تاعها النهائي. هذه كابا راهي ماهيش في وسطها ولا شيء، واقفة وحدها. هاهي كابا كبيرة تهز بزاف حوايج تاع رحلات. ملاحظة يا البنات، الإبرة اللي تخيطوا بها سكاي يكون رقم تاعها يا إما 18 يا إما 16. اللي ما تلقاش رقم 16 اللي ما تلقاش رقم 18 تجيب رقم 16، يا إما 18 يا إما رقم 16. ما تقدريش تخيطي برقم 14 على خاطر تتكسر لك الإبرة. يا إما تخيطي ب16 يا إما تخيطي ب18. هذه معلومة لازم تكون في علمكم. ان شاء الله تعجبكم الكابا اللي خيطتها وان شاء الله تجربوها. ممكن تخيطوها ليكم، ممكن الامهاتكم، مليحة للرحلات مع انه وقت صيف وعطلة. ان شاء الله تعجبكم مع بورتموني صغير نفس الخدمة تاعها. هاي بورتموني مليح بزاف، حتى هو بلا دوبلور تاع مطلسي. ان شاء الله تعجبكم يا البنات وتليق اللقطة هذه والباترون هذا يليق في اي سكاي تستعمليه. كاين سكاي اللي يكون يتباع، هو اصلا يتباع بالمطلسي، تقدري تشريه وتخيطي به. تقدري تخيطي بالسكاي هذا، تقدري تخيطي باي سكاي يكون عندك وباي لون يكون عندك. هنا راهي كابا في اللون الاكحل درتها نفس الباترون نفس الخدمة مع بورتموني صغير. ان شاء الله تعجبكم. شوفوا يا البنات جمل الاسود باش يكون مليح. شوفوا الاسود وش يخرج، شوف روعة يا البنات، واقفة وحدها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وتدعموني بتعليقاتكم. وسلام البنات.